تعالوا نعمل القرص دي بحاجة مش هتخطر على بالكم. انا كنت نزلت لكم الجبنة، طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا. الشرش اللي طلع من الجبنة الموتزاريلا انا طبعا مش هرميه، انا هعمل بيه حاجة استفاد بيها، انا هعمل بيه القرص دي بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا بقى الشرش ده اللي طلع من الجبنة بتاعتي. معايا هنا بقى الكيلو من الدقيق، هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ورشة ملح يعني زي نص معلقة صغيرة كده من الملح. هقلبهم بقى في بعض. بصوا هنا معايا معلقتين قشطه هحطهم على الشرش اللي انا وريته لكم، ومعايا نص كوبايه من الزيت هنزل بيها. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. اللي انا ضفتها دي بقى هي معلقه خل، الخل بيحسن من العجين. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. هحوش بقى المعلقه وهعجن بايدي علشان احس يعني بالعجين وكده. نزلت بقى بحبه تاني، انا هنزل بقى تدريجيا حبه حبه كده لحد ما العجين يلم معايا. لازم يا جماعه القرص دي نعجنها كويس جدا، يعني افضلي اعجني فيها كويس جدا. هفضل بقى اعجن كده لحد ما العجين بقى يلم معايا وارجع لكم. بصوا هي كده لسه بتلزق معايا، انا هعجنها حبة كمان. بصوا كده بقى العجينة لمت معايا، بصوا عاملة ازاي وبتمط ازاي. هلمها بقى كده وهعمل عليها كده حبة زيت من على الوش، وبعد كده بقى هسيبها ترتاح نص ساعة. كده بعد نص ساعة بعد ما ارتاحت معايا هحطها بقى كده على الرخامة بتاعتي، وهشكلها بقى دواير كده على زي ما احب. يعني انت حباها صغيرة، حابة تعملي القرص بتاعتك كبيرة، براحتك الحجم اللي انت تحبيه. بصوا هعملها زي نظام دواير كده. هعملها كلها بنفس الطريقة دي. بعد بقى ما شكلت كل العجينة بتاعتي كده هسيبهم بقى 10 دقايق كده او ربع ساعة يرتاحوا معايا. كده بقى بعد ما ارتاحت معايا عدى عليها 10 دقايق. هجيب بقى العجين بتاعي واحدة واحدة كده واضغط عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احطها بقى على صاجة جنبي او صينية او اي حاجة. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة دي وارجع لكم. كده بقى كنت خلصت كل الكمية بقى وحطيتها في الصواني بتاعتي. هسيبهم بقى ساعة كده لحد ما تخمر معايا، وبعد كده هدخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. اول ما تاخد لون من تحت هطلعها على الشواية، او ممكن تفتحي المروحة لو عندك مروحة في الفرن بتاعك، هتخليه كله لون واحد ودرجة الحرارة تتوزع. وبألف هنا بجد تحفة. ومنها استفدنا بالشرش اللي احنا طلعناه من الجبنة. وبصوا بجد تحفة، تعملوها بقى في الفطار الصبح كده هتعجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.